منظومه فاشله. تظلم فينا احنا ليه؟ بتظلموا اجيال صاعده ليه؟ حمزه عبد الكريم ليه ما ضمتهوش بدل انت ضممهم لي دول كلهم؟ ليه؟ ليه لعيبه كتير حرام حرمتها؟ عندنا اللعيبه بتلعب في اوروبا من 16 سنه، انتوا عندنا اللعيب يقعد 50 20 سنه عشان تلعبوه. اللعيب يعني بيظهر بيبقى فلته وتقول ده ما صدقت لقيت موهبه، وتموتوها وما نشوفهاش. تقول اصل بنجيب لعيبه جاهزه. لو هو لعيب مش على قد المسؤوليه ما كانش برشلونه فوضى. لو مش فيرود شايفينه اللي يستحق ان هو يلعب في احسن انديه في اوروبا ما كانش برشلونه فوضى. ده ظلم. ربنا مش على مزاج حد. ظلم من المنظومه بتاعت هنا بوريده. تظلم مدرب بيشتغل او يتعب وبيجاهد عشان خاطر يجيله فرصه انه يمسك المنتخب، وما بتمسكوش. بتمسك لي ناس نسيت اصلا حاجه اسمها تدريب، نسيت حاجه اسمها فن في الملعب، نسيت حاجه اسمها فن في الملعب. حسب الله ونعم الوكيل في المنظومه اللي ضيعت المنتخب ده وضيعت اي جيل كامل. اي جيل كامل حسب الله ونعم الوكيل فيكم. هتتحاسبوا. تحاسبوا قدام الناس اللي كلها طالعه ومقهوره وزعلانه. بتلعبوا في احسن ملاعب، الملاعب دي اللي تستضافوا فيها كاس العالم، واحسن تنظيم واحسن البطوله كلها متشافه متشافه. فضحتونا وسط العالم كله. وضحتونا طالعين تتحججوا. كل واحد بيرمي الشماعه على التاني. اصل النادي ده ما رضيش يبعت لي، اصل ده ما رضيش، اصل ده ما وقفش جنبي. الحجج بقت دلوقتي، ما قلتهاش في البدايه. ما قلتهاش ليه لما رحت عملت معسكر؟ انا ما حدش راح يديني. ما قلتش ليه انا مش قد المسؤوليه ومش هعرف وما حدش شايلني الشيله لو خسرت؟ ما قلتهاش ليه؟ قلتها بعد ما شلت الشيله. قلتها بعد ما كل مره بنتقهر اكتر من اللي قبلها، وبنرجع برضه نشوف نفس الكوارث دي تاني. ولا حجج. ولا ده يرميها على ده وده يتكلم على ده. كابتن حسام. طب انا واثق في الكابتن حسام. طب انا الكابتن حسام اللي انت بتشك فيه انا عندي يقين بعد ربنا باذن الله اللي هيعمل بطوله عالميه بتاعت افريقيا. الناس اللي بتشك فيه في اختياراته، وهوري الناس التافهه اللي طلعت قالت لك المنتخب ده احسن من المنتخب الكبير، المنتخب الاساسي يا راجل. والله يا ابني انتوا ما تفهموا اصلا حاجه عن البطيخ. انتوا بتطلعوا تزيتوا في الزيطه، وبتطلعوا تهبدوا وخلاص، وبتهزوا مع الهوجه. الهوجه بتهزوا معاها. حسبي الله ونعم الوكيل اللي وصلتوا الناس للحاله دي. حسبي الله ونعم الوكيل خليتوا منظرنا بالشكل ده. حسبي الله ونعم الوكيل في المنظومه اللي بتظلم الناس دي كلها كامله. كل شخص في المنظومه دي بيظلم الناس دي وبيظلم اجيال كامله، ولاعيبه تستحق كانت تشوفها.